ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لك ذنوب السنة كلها يوم الخميس الجاي بس لو صمته. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة لقى أن اليهود بيصوموا يوم العاشر من محرم اللي هو يوم عاشوراء، وقالوا أن ده يوم ربنا سبحانه وتعالى نجى فيه سيدنا موسى من فرعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إحنا أولى بموسى منكم، ده إحنا أولى بيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء وقال لنا إحنا إنه يحتسب على الله عز وجل إنه يغفر السنة التي قبله. كل الذنوب والمعاصي والمشاكل اللي إحنا عملناها في سنة كاملة تتغفر بصيام يوم اللي هو يوم الخميس الجاي يوم عاشوراء. بس في كده كم حاجة نركز فيها. لما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر صام عاشوراء صام يوم 10 بس. فلما انتشر الإسلام وبقى النبي صلى الله عليه وسلم من سنته إن احنا نفرق بين المسلم وغير المسلم ونخالف المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمي عشت لقابل لو عشت السنة اللي بعدها هصوم التاسع. فالتاسع في حالتنا دي يوم الأربع، يبقى لو صومنا الأربع والخميس اللي هم تاسعاء وعاشوراء نبقى خالفنا اليهود اللي كانوا بيصوموا عاشوراء فقط. وفي بعض طرق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله ويوما بعده، يعني ان احنا نصوم كمان يوم 9 ويوم 11، فيبقى 9 و10 و11 اللي هم في حالتنا السنة دي الأربع والخميس والجمعة. فبقى أحسن صورة نصوم أربع وخميس وجمعة. وبقت الصورة اللي بعدها اللي هي يعني أقل شوية إن احنا نصوم الأربع والخميس، أو إن احنا نصوم الخميس والجمعة. طب أنا ما أقدرش يا أمير أصوم كل ده وأنا عايز أصوم الخميس بس، ينفع؟ ينفع. طب ينفع اخد فيه النيتين، نية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الخميس من كل اسبوع وان ده صيام عاشوراء، ينفع وتاخد اجر مضاعف. الله عظيم وعنده الاجر الكبير. بس خدوا بالكم بقى، عاشوراء عنده هدية اكبر من مجرد ان احنا ناخد مغفرة سنة وبس، لا هو عنده هدية تانية في الاحداث اللي حصلت في يوم عاشوراء. فركزوا معايا، هو حصل فيه 3 احداث نتعلم منهم. الحدث الأول، وتعالوا نبدأ بيهم من القديم للجديد كده. الحدث الأول إنه ربنا سبحانه وتعالى غفر فيه لآدم. احنا سيدنا آدم ربنا نهى عن الشجرة، فسيدنا آدم كل منها فنزل للأرض، فكان عنده ذنب. فربنا سبحانه وتعالى علمه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. عرف يتعلم كلمات كده فقالها، فربنا غفر له. طب ايه الكلمات؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كلمتين ربنا علمهم لادم، قولوهم يوم عاشوراء ربنا يغفر لنا ويعفو عنا. فيبقى عندنا الرغبه في التوبه والامل ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا ويقبلنا. شوفوا يوم عاشوراء يعلمنا كده. يوم عاشوراء ربنا نجى فيه موسى من فرعون زي ما قلنا. وصل موسى ببني اسرائيل للبحر، والبحر قدامهم وفرعون وجنوده وراهم، قالوا انا لمدركون. فسيدنا موسى قال لهم لا، إن معي ربي سيهدين، خدوا بالكم. ويضرب البحر والبحر ينفلق ويعدوا، معجزة وقصة وحدوتة ليه؟ عشان يبقى عندك أمل. أمل إن البعيد هيقرب، أمل إن ربنا يغفر لي، أمل إنه الزواج اللي اتأخر هيجي، أمل إن الرزق المقفول هيفتح، أمل إن ابني ربنا يا رب يحفظ أولادنا المريض هيشفى، أمل 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 أمل. فجاي يقول لك خلي عندك أمل. يوم عاشوراء في أهل الكوفة خانوا الحسين، ده 3 موقف. خانوا الحسين، تعالى أنت اللي هتبقى سيدنا وأنت الإمام وأنت أمير المؤمنين، وراح لهم خانوه وقتلوا لعنهم الله ورحمه الله ورضي الله عنه. الحسين سيد شباب أهل الجنة، سيدنا وحبيبنا. فتلاقي يوم عاشوراء يقول لك اوعى تخون العهد، اوعى تخون عهدك مع ربنا. قلت له هتوب وتقوم واقع، فما تتوبش تاني، لا تتوب تاني. قلت له يا رب هقرب فتبعد، قلت له يا رب انا عايز ابقى افضل وبعد كده ما تبقاش، فتخون فتقتل افضل ما فيك، تموت نفسك اللوامه اللي عماله تلومك عشان تقرب من ربنا، تقطع علاقتك بصديق صالح بيقربك من ربنا وتقرب من صديق سوء. فتلاقي يوم عاشوراء يقول لك اوعى تخون العهد. في يوم عاشوراء مش بس صيام وهغفر لك السنه اللي فاتت، ده بيقول لك اوعى تخون العهد، بيقول لك خلي عندك امل، بيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ويتوب عليك.